مشاهدينا الاعزاء سلام الله عليكم اينما كنتم واهلا وسهلا بكم في ليله رياضيه ممتعه تنبض بالحماس والاثاره مباشره عبر قنوات شبكه الاعلام العراقي. اليوم نعيش معكم ليله سلويه من دوري المحترفين لكره السله، حيث نترقب الحشد الشعبي والدفاع الجوي. تحيه كبيره لجماهير الفريقين، استعدوا معنا للمتعه والانظار تتجه نحو ارضيه الملعب، حيث تبدا الحكايه. فلننطلق معا على بركه الله. وخماسي التشكيل بالنسبه للحشد الشعبي، خماسي محلي مكون من منتظر ميثم رقم 1، وشقيقه باقر ميثم، وعبد الله مجيد، مالك فالح 78، وعلي عبد الله رقم 25. اما الدفاع الجوي بقياده الكوتش نضال غانم، خماسي مكون من يونيك وداريوس، وذو الفقار فاضل، ايهاب حسن، علي مؤيد. الحشد بقياده الكوتش
علي فرحان، والدفاع الجوي مع نضال غانم. مباراة الثانية تأتيكم اليوم من قنوات شبكة الإعلام العراقي. شاهدنا مباراة ممتعة بين التجارة ونادي الكهرباء. فاز التجارة ب 72 مقابل 70 للكهرباء. الفوز الثاني للتجارة والخسارة 14 لفريق الكهرباء. الآن هناك 8 دقائق و48 ثانية، دقيقة و12 ثانية من الكوارتر الأول. لا زالت النتيجة 0 لكل فريق. الحشد الشعبي بدون هولمز الذي ارتكب خطأ العدم الأهلية هناك في زاخو، وأيضا داريوس أغنو اللاعب المصاب. يبدأ بالتشكيل المحلي فريق الحشد الشعبي والدفاع الجوي الأمريكان المتواجدين. داريوس جونسون وكرة، والتسجيل الأول للاعب علي مؤيد. 35 عام، مترين، عاش فرحة اللقب 5 مرات مع 3 أندية هي الكرخ والشلطة والنفط. هل سيحقق اللقب مع الدفاع الجوي ليكون أول لاعب عراقي يحقق ألقاب مع 4 أندية مختلفة؟ نايس موف من مالك فالح بالفانيلة 78، لاعب الخبرة 2 9 أمام إيهاب أيضا 2 9. تولد 98 لإيهاب حسن، أفضل لاعب بالدوري في المواسم ال4 الماضية. داريوس يونيك يحاول الليفت هاند، سجل 2 بوينتس. 4 نقاط لفريق الدفاع الجوي، لا شيء للحشد الشعبي. المباراة الثانية اليوم هناك مباريات أيضا. الحلة يستضيف زاخو في الحلة، والكرخ يحل ضيفا ثقيلا على فريق غازي الشمال في كركوك. كرة وصلت عند منتظر ميثم حاول، وهناك بيرسونال فاول من اللاعب ذو الفقار فاضل 32 عام، متر 96، هداف الدوري موسم 2021 مع الحشد، وأفضل لاعب شاب مع الكهرباء موسم 14-15، ماجستير تربية بدنية وعلوم رياضة. 2 شوتس للاعب منتظر ميثم، لاعب منتخبنا الشباب السابق، وأيضا لعب لفريق نادي النفط. شاهدت هذا اللاعب في فاينل الدوري، عفوا لعب للشرطة أمام النفط، سجل في الفاينل 16 نقطة. منتظر ميثم الواضح بالصورة 24 سنة، متر و92، سجل 2 من 2. نقطة الثانية يفتتح سجل نادي الحشد الشعبي بقيادة علي فرحان. علي فرحان بطل الدوري لاعبا مع نادي الشرطة موسم 14-15. كرة عادت عند يونيك الأمريكي، وصلت عند ذو الفقار فاضل. إيهاب حسن 2 9 لاعب منتخبنا الوطني، فقر بدرايف كيك اوت، وصلت مؤيد يحاول والمتابعة تأتي لكن ضاعت، ومالك فالح يلتقط والانتقال من باقر ميثم لعبد الله مجيد يريد التسجيل لكن البلوك شوت ولا أروع. كرة وصلت جود بول كاتش عند يونيك كرة وصلت بالاوتسايد. داريوس باص علي مؤيد، كيك اوت. كرة الآن الأمريكي يريد تسجيل ثلاثية، الفارق 2 بوينتس لغاية الآن، وهناك 5 ثوان على نهاية الهجمة. مؤيد من الميدرين سجل 2 بوينتس، مؤيد يسجل نقطتين، نقطة الرابعة لغاية الآن. هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 عام، علي مؤيد إسماعيل، نجل الدولي السابق مؤيد إسماعيل، والده عنده 10 ألقاب للدوري متساويا مع سفاح السلة السابق قتيبة عبد الله وعلي عبد الله الذي يدرب نادي التجارة. منتظر ميثم، نايس موف من هذا اللاعب ذو 24 سنة، سجل نقطتين جميلة جدا، 4 نقاط كاملة من منتظر ميثم. كيك اوت، ذو الفقار فاضل بثلاثية يرد، فقار فاضل يرد بثلاثية. القادم من هناك من نادي التضامن النجفي. التضامن نتمنى عودته إلى دور المحترفين، تنتظر مشاركة في دوري الدرجة الأولى بقيادة المدرب الشاب قاسم محمد. مالك فالح دائما ما نشاهده يرمي رميات الثلاثية العمر، وهناك نعم 2 بوينتس سجل داريوس جونسون 190 35 عام، سجل. نذهب إلى إحصائية المباراة، وقبلها
الكل يتساءل ماذا يحدث هناك في الحلة لكوارتر الثالث. انطلق مشت من عنده 38 ثانية 39 زاخو، الحلة 30. وفي كركوك غازة الشمال بفارق 13 نقطة على الكرخ، 70-57، 6 دقائق و56 ثانية على نهاية المباراة. هناك في كركوك غازة الشمال والكرخ، الحلة وزاخو. وهنا مباراة في قاعة الشعب بين فريق نادي الدفاع الجوي ونادي الحشد الشعبي. المباراة الثانية اليوم، كرة عادت عند باقر ميثم صانع الألعاب، خماسي محلي لكتيبة علي فرحان بطل الدوري في موسم 14-15. لاعبا هل سيستطيع إحراز لقب الدوري مدربا؟ منتظر ميثم، 100 على 100 لهذا اللاعب. ميثم سجل 6 نقاط من 7. اللاعب منتظر شقيق باقر ميثم، والحر ميثم أيضا شقيقهم يلعب في دوري المحترفين. 3 أشقاء. مجيد من 3 نقاط ضاعت، واللاستاتش هناك على منتظر ميثم ومطالبة. نعم، تشالنج من علي فرحان، طلب IRS مبكرا الكوتش علي فرحان أمام الدفاع الجوي. صعبة على فريق الحشد، 11 نقطة مقابل 7 نقاط. المباراة هل ستذهب إلى الوان سايد جيم أم الكتيبة المحلية ستقول كلمتها أمام المحترفين الأمريكان يونيك وداريوس علي مؤيد واللاعب إيهاب حسن وذو الفقار فاضل هم خماسي الدفاع الجوي مع نضال غانم. نضال غانم 5 ألقاب لاعبا، لقبين مع الدفاع الجوي في 97-98 و98-99، وعاد ليخطف أيضا لقبين مع الحلة. مسقط رأسه هناك في موسم 2-3 وموسم 2003-2004، وآخر ألقاب صانع الألعاب السابق نضال غانم كان في موسم 2007-2008، واختير نضال غانم أفضل لاعب بالدوري، ماجستير تربية بدنية وعلوم رياضة، حقق اللقب مدربا في الموسم السابق مع الدفاع الجوي. وهناك أيضا المرحوم منذر علي شناوة لاعبا ومدربا، وأيضا خالد يحيى لاعبا مع الكرخ ومدربا مع النفط، وثامر مصطفى لاعبا مع الكرخ ومدربا مع دهوك. 4 مدربين هم من حققوا الألقاب لاعبين ومدربين. هناك نعود إلى IRS لمن ستكون الكرة. إيهاب حسن لاعب سنتر فريق نادي الدفاع الجوي، أفضل لاعب في الدوري في آخر 4 مواسم، وحقق لقب الدوري الموسم الماضي مع أفضل ريباوند مع الدفاع الجوي، و3 مواسم مع نادي النفط أيضا. دائما ما نوجه سهام الانتقاد لهذا اللاعب الفتي الذي اختير ضمن أفضل 100 لاعب في تصنيف الفيفا العالمي، أفضل 100 لاعب في العالم. أيضا كان هناك لديه فرصة أن يتواجد في الدوري الأمريكي، دوري الجامعات عفوا الأمريكي. نتمنى أن يكون أهدأ، عتبنا عليه فقط أنه يخرج دائما بالأخطاء العدم أهلية. هو ثروة وطنية للبلد، لاعب سنتر لا زال في عشرينيات، منتصف العشرينيات. نتمنى أن يكون أهدأ ويقدم مستويات مميزة مع الدفاع الجوي، بالتالي تصب المصلحة لمصلحة السلة العراقية مع المنتخب الوطني. ولديه لقاء مهم مع فلسطين، إذا ما حققنا الفوز سنتأهل مع أفضل مركز ثالث. الكرة وانطلاق من داريوس، جود فيك، لكن كرة عبرت إلى الجهة الأخرى وعادت مالك فالح واللاستاش من ذو الفقار فاضل. هجمة بهجمة، هناك تسرع، وعلي مؤيد الواضح بالصورة مالك فالح عفوا، وأيضا كان متواجد مع كتيبة نادي الكهرباء موسم 12-13 بطل دوري، و15-16 مع الكرخ. كرة عند عبد الله مجيد حقق اللقب، عاش الفرحة مع نادي النفط. مجيد يحاول يرمي من بعيد ثلاثية، لاعب فريق دجلة في الموسم السابق. باقر ميثم يحاول، والوان وان باونس باص عند مالك فالح. نايس موف، يجب أن تسجل هذه الكرة. نعم، نايس موف، ولا أروع ولا أجمل. شاهدنا حركة لعب جميلة، الخبرة أمام الشباب. فالح يضع الكرة بالسلة، حاول إخراجها إيهاب، لكن هناك 2 بوينتس وسجل مالك فالح. نقطتين رائعة جدا، وتعود الآن الحيازة والاستحواذ
عند فريق نادي الدفاع الجوي الذي يصارع من أجل أن يكون في المركز الأول مع نهاية المرحلتين قبل التوب 8. دجلة إذا فاز والدفاع الجوي فاز سيكون دجلة هو من يتصدر المرحلة الثانية في التوب 8. تكلمت مع نضال غانم قال لي بالحرف الواحد: لا يهمني مع من سألتقي، جميع الفرق التي ستحتل من مركز 8 إلى مركز 5 متفوق عليها بمباراتين مقابل لا شيء. في دور الثمانية من سيحقق الانتصار في 3 مباريات يصل للمربع الذهبي، ويونيك يسجل ثلاثية. يونيك الأمريكي يسجل ثلاثية والفارق 5 نقاط كاملة لهذا اللاعب. متر 88 27 عام. الآن فالح كرة وصلت لمنتظر ميثم ضيعها مؤيد، والانتقال لداريوس والترانزيشن. الدفاع الجوي بالملابس الزرقاء 3 ألقاب سابقة لهذا الفريق الذي تأسس عام 1994. جود فيك للاعب الأشول الذي يسجل ثلاثية يوسع الفارق. فرحان هل سيطلب الوقت المستقطع؟ 17 نقطة مقابل 9. متر 90 35 سنة للاعب داريوس جونسون. والكرة تعود عند نادي الحشد الشعبي. الحشد الشعبي اشترك في دوري الممتاز موسم 2021 وجاء ثالثا، وموسم 21-22 خامسا، رابع موسم 22-23 والمركز السادس في الموسم الماضي. كرة وصلت باونس باص واحدة باونس باص والاسيست من داريوس ليونيك يضع سلة ساحقة على نادي الحشد الشعبي. نشاهد بالإعادة سلة رائعة، والكوتش علي فرحان يطلب الوقت المستقطع. علي فرحان يطلب أول وقت مستقطع. فريقه أفضل مسجلين منتظر ميثم ب6 نقاط، نقطتين لمالك فالح، نقطة واحدة لباقر. 9 نقاط هو رصيد نادي الحشد أمام الدفاع الجوي اللي مسجل 19 نقطة. يونيك الفانيلة 4 7 نقاط، 5 داريوس، 4 نقاط لعلي مؤيد و3 نقاط لذو الفقار فاضل. كرة الآن والملازمة إيهاب على مالك فالح. كرة تعود منتظر ميثم. الحشد الشعبي بالكتيبة المحلية، هل سيستطيع مجاراة نادي الدفاع الجوي؟ كرة بالإنسايد، مالك فالح انسرقت، والآن الانطلاقة تأتي. يونيك أب أند إن من يونيك بالفاست بريك سجل 2 بوينتس، ومنتظر ميثم والبلوك شوت من علي مؤيد. الآن الدفاع الجوي هو من يمسك زمام المبادرة، وثلاثية داريوس تسجل. أسوأ سيناريو يمر به المدرب عندما يطلب الوقت المستقطع ويسجل عليه 5 نقاط متتالية. 5-0 ران للدفاع الجوي على الحشد، ويشترك حيدر عبد الزيد بالتشكيل الخماسي في صفوف نادي الحشد الشعبي. علي فرحان أمام فريق الدفاع الجوي، والباونس باص كرة لا زالت عند فريق نادي الحشد، والتو بوينتس عند أفضل المسجلين. منتظر ميثم ب8 نقاط لغاية الآن. نعم 24 عام، متر 92، والفارق لا زال فارق ل 13 نقطة، والدفاع الجوي يلعب بالمحترفين الاثنين. كرة يونيك، كان هناك شو رائع لكن ما كملت، وتعود
علي مؤيد لإيهاب بالفانيلا زيرو. إيهاب بالإنسايد حاول وبالبودي كونتاكت سجل. إيهاب حسن يسجل ال2 بوينتس مع بقاء دقيقة و3 ثواني على الكوارتر الأول. لنبقى بالحدث. هناك الحلة مع زاخو في الحلة والنتيجة لا زالت 47 زاخو 44 الحلة. 3 دقائق و36 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. أما غاز الشمال مع الكرخ. الغاز 83 71 الكرخ. دقيقتان على نهاية المباراة. لنبقى هنا في بغداد العاصمة. سجل إيهاب 27-11. الفارق 16 نقطة. نعم 16 نقطة والدقيقة الأخيرة من عمر الكوارتر الأول. والحشد الشعبي والبول بوزيشن أمام الدفاع الجوي. الدفاع الجوي الذي لا زال بالمركز الثاني وصيفا. مواجهة الفريقين في المرحلة الأولى انتهت لمصلحة الدفاع الجوي على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 79-74. كرة تعود للاعب الأشول يحاول كيك اوت. علي مؤيد ثلاثيته ما تسجلت. لتعود مرة ثانية. هناك فقط 12 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. والحشد الشعبي يزج باللاعب المصاب اللاعب داريوس أغنو 25 سنة لاعب الكهرباء في الموسم السابق. منتظر ميثم حاول التسجيل وإيهاب يلتقط. لكن إلى هنا يا من تشاهد وتتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي 27 دفاع الجوي 11 نقطة لفريق الحشد الشعبي. دقيقتان وأعود معكم لإكمال أحداث الشوط الأول. أهلا بكم من جديد وأحداث الشوط الأول من لقاء الحشد الشعبي والدفاع الجوي. مباراة في العاصمة بغداد. طاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية. كرة تعود عند فريق نادي الدفاع الجوي. ذو الفقار فاضل بالفانيلا 1 داريوس 7 إيهاب حسن 0 24 علي مؤيد يونيك رقم 4 خماسي نادي الحشد باقر ميثم 2 وعبد الله علي عبد الله 25 حيدر عبد الزيد رقم 15 ويونيك كولمان 44. سجل المدرب علي فرحان ليونيك كولمان والآن سيشرك اللاعب منجد حيدر جمعة والده بطل دوري مع الحلة في موسم 2006-2007. منجد الذي نشأ وترعرع هناك
في السويد في أوروبا. وأيضا عباس حكمة بديلا في قار فاضل. عباس حكمة بدأ كرة السلة في نفط البصرة ثم مثل فريق نادي التضامن النجفي موسم 16-17. لعب للميناء في 17-18 ثم مع نفط البصرة 3 مواسم، بعدها للكرخ وموسمين مع الدفاع الجوي من عائلة رياضية والد المرحوم حكمة عبد الإمام، بطل آسيوي بالساحة والميدان. أشقاء علي حكمة وحسين حكمة يلعبون كرة السلة في نادي الميناء والبحر والاتحاد في السنوات الماضية. كرة تعود الآن، سجل ثلاثية الدفاع الجوي والكيك أوت عنده منتظر ميثم لحيدر عبد الزيد لميثم، ثلاثية ميثم قصيرة ما تسجل، وإيهاب بالديفنسيف ريباوند، ولا زال الفيد جولز لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي. 12 من 21 ب 57%، اما الحشد 4 من 18 ب 22%. بالتو بوينتس 4 من 13 للحشد ب 30%، 7 من 12 للدفاع الجوي 58%، 0 من 5 على 3 نقاط لنادي الحشد، و5 من 9 للدفاع الجوي بنسبة 55%. يونيك ينطلق، بوم بوم من يونيك، انشاهد بالإعادة البلوك شوت والانطلاقة من الأمريكي. يونيك يضع سلة ساحقة على فريق نادي الحشد ليتوسع الفارق، يتسع الفارق الآن 32-11. الفارق فارق كبير 21 نقطة. حيدر عبد الزيد يرمي من بعيد كورته مع استخدام اللوحة، مع قليل من الحظ سجل ثلاثيته الأولى ونقطته الأولى بالمباراة 32-14. وبالفاول شوت هناك 3 من 3 للحشد، 1 من 1 للفريق الدفاع الجوي، وتسجلت نقطتين من إيهاب. ولا زال فريق الدفاع الجوي يسيطر على المباراة لغاية الآن. هل ستعطينا المباراة ثواني قليلة لنذهب هناك في الحلة؟ زاخو يتفوق على الحلة، باقي 21 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث 53-48. اما مباراة فريق نادي غازة الشمال مع فريق نادي أعتقد المباراة انتهت، لا يظهر لي رابط الإحصاء في الموقع الرسمي. كرة تعود، يونيك بالإيد الشمال سجل نقطتين. يونيك يسجل، والفارق فارق 20 نقطة، 6 دقائق و27 ثانية على نهاية الشوط الأول، والنتيجة لا زالت تفوق فريق نادي الدفاع الجوي إلى عباس حكمة. حكمة يحاول كيك أوت عند علي مؤيد الشقاء إسماعيل مؤيد وأحمد مؤيد. إسماعيل مع فريق الدفاع الجوي، أحمد مؤيد ترك لعب السلة. أيضا عائلتهم عائلة رياضية. منجد حيدر جمعة، منجد للاعب داريوس أغنو، وكرة منجد كيك اوت للاعب الذي سجل ثلاثية ويحاول بالثانية تلف وتطلع. عادت يونيك الآن بالانطلاق، وصلت لداريوس بدرايف، يحاول باونس باص لكن إيهاب باللاستاج أخرج الكرة ليبقى الفارق فارق 20 نقطة لغاية الآن. وأفضل المسجلين عند فريق نادي الحشد منتظر ميثم، وهذه السلة الساحقة اللي سجلها إيهاب حسن. إيهاب لغاية الآن ب7 نقاط 5 ريباوند، سيكون بالدبل دبل مع نهاية المباراة. 14 نقطة ليونيك و4 ريباوند، 8 لداريوس ريباوند 1، 4 نقاط لعلي مؤيد و3 متابعات. الآن الكرة تعود لمصلحة فريق نادي الحشد الشعبي. علي عبد الله لمنتظر ميثم، 8 نقاط لمنتظر. هل سيكون بالدبل فيجر؟ عادت بالكيك اوت، منجد من بعيد سجل ثلاثية. منجد حيدر سجل 3 بوينتس مع اقتراب انتصاف الكوارتر الثاني. والكرة لفريق نادي الدفاع الجوي بالبول بوزيشن
الدفاع الجوي، 3 ألقاب سابقة أمام فريق نادي الحشد. الدفاع الجوي عادل الدوري الممتاز موسم 22-23 وحقق المركز الخامس ولقب دوري الموسم الماضي. الدفاع الجوي اللي عنده نسبة تسجيل 87%، 1488 نقطة، وعلي 1331 بمعدل 71 نقطة لغاية الآن. ومنتظر ضيع ولا زال هناك صراع على سيطرة على الكرة. داريوس ينطلق، داريوس ضاعت، لكن السكند شانس يأتي من يونيك. داريوس حاول أن يسجل سلة استعراضية، يونيك أكمل المهمة بنجاح، و19 نقطة ليونيك. والآن الكرة للفريق الأبيض الحشد الشعبي عند منجد بالإنسايد، يحاول الأمريكي نايس موف، ما سجل. إيهاب يلتقط الالتقاطة الدفاعية، الديفنسيف ريباوند يونيك، وهناك بيرسونال فاول. نعم، بيرسونال فاول. المواجهة الأخيرة قبل الدخول للتوب 8 في المرحلة الأولى لفريق الدفاع الجوي. هذه المباراة خسر مباراة واحدة مع دجلة الجامعة في المرحلة الأولى، وفاز في 8 بالمرحلة الثانية، خسارتين مع الشرطة ودجلة الجامعة، والفوز في 6. حقق الفوز تواليا في آخر 3 مواجهات على الكهرباء والغاز وزاخو في زاخو قبل 4 أيام. الموسم الماضي كان بطلا للدوري، لعب 20 مباراة قبل الدخول في دور الثمانية، فاز في 17، خسر 3. متصدر المرحلة الأولى والثانية، لعب مع نادي الكهرباء صاحب المركز الثامن وكان متفوقا عليه بمباراتين مقابل لا شيء. قدر أن يفوز بالمباراة 95-94، بالتالي صعد للمربع وواجه الشرطة. نترك الشرطة لنعود للأمريكي الذي يرمي من خارج القوس. ضاعت على الأمريكي وعادت للمحلي الدولي إيهاب حسن اللي سجل سلة ساحقة ولا أروع. الآن الأشول داريوس والسكباص عند عباس حكمت ضيع سلة من خارج القوس لتعود الآن عند منجد. 42-19، 3 دقائق و22 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. كرة علي عبد الله، التدوير واشتراك اللاعب رقم 33 في صفوف فريق نادي الحشد الشعبي هو اللاعب محمد قاسم، 30 عام، 1.88 m. كرة تعود الآن والسكباص عباس حكمت بالإنسايد، نايس شو بين عباس وإيهاب. إيهاب يضع السلة ونقطة 11 لغاية الآن. إيهاب لنرى كم يمتلك هذا اللاعب من ريباوند لغاية الآن. إيهاب عنده 11 نقطة لغاية الآن ولديه 7 ريباوند. كرة للحشد بدرايف بالجمب شوت من الميدرينج. محمد قاسم يسجل نقطتين لفريقه، وأول نقطتين للاعب محمد قاسم مع فريق نادي الحشد في مباراة اليوم. والآن داريوس ولا زال نضال غانم يشرك الأجانب المحترفين في صفوف فريقه. يونيك واللاعب داريوس اللي ضيعها يونيك، وإيهاب بالالتقاطات الهجومية. إيهاب ب8 ريباوند وداريوس يسجل 3 بوينتس، نقطة 11. 3 ثلاثيات، 1.90 35 عام. كرة الآن للحشد يحاول منجد حيدر، تدوير كرة روتيشن بين صفوف فريق نادي الحشد وعبد الله مجيد، يحصل على خطأ شخصي. الدفاع الجوي واجه الشرطة بالمربع الذهبي، كانت أيضا نتيجة لصالح فريق نادي الدفاع الجوي في المرحلة الأولى والثانية. فوزين استطاع أن يحقق الفوز في المباراة الثالثة 3-5 بنتيجة 81 مقابل 76. وصل للفاينل ليواجه الكرخ والنتيجة أيضا 2-0. في دوري هذا الموسم الوصول للمربع ستكون هناك تصفير للنتائج، مواجهات بين الفريقين. وفي الفاينل أيضا الموسم الأول للنظام الجديد لا يوجد فريق متغلب على آخر في المربع والفاينل. فاز على الكرخ في أول لقاءات الفاينل 87-70، والثانية بفارق سلة 83-81 ليحقق
لقب الدوري، تجاوز حاجز 100 نقطة هذا الموسم مرتين مع الغاز 105 86 بالمرحلة الأولى، ومع الحلة 108 64 بالمرحلة الثانية. والهجوم السريع الآن للحشد، الحشد يحاول والفارق لا زال فارق ال 25 نقطة 47 22، وهناك 80 ثانية على نهاية الشوط الأول. كرة تعود لفريق الحشد يحاول بالبول هاندينج، هناك 3 ثواني على نهاية الهجمة. عبد الله مجيد يريد التسجيل، نعم ينجح بالتسجيل أمام إيهاب حسن. مجيد يسجل ال2 بوينتس، نقطته الثالثة. 28 عام متر 86، ولا زال الفارق فارق ب 23 نقطة لغاية الآن. إيهاب وستيل من محمد قاسم. عبد الله مجيد ينطلق، هل سيمر الكرة لأمريكا أم سيسجل؟ نعم، كوست تو كوست من عبد الله مجيد. الفارق فارق ال 21 نقطة لغاية الآن. هناك 40 ثانية على النهاية، والحلة وزاخو المباراة لا زالت قائمة هناك، وهناك 7 دقائق و15 ثانية على نهاية المباراة. زاخو بفارق نصف سلة عن الحلة 57 56. 7 دقائق و15 ثانية على نهاية المباراة. هناك في كركوك انتهت المباراة بمصلحة فريق نادي غاز الشمال على فريق نادي الكرخ بفارق 10 نقاط، 85 الغاز 75 نادي الكرخ. انتهى التايمات اللي طلبه الكوتش علي فرحان لتعود الحيازة والاستحواذ لفريق نادي الحشد الشعبي. منجد حيدر جود بول هاندينج يحاول ايجاد الثغرات في دفاعات فريق نادي الدفاع الجوي. هو دفاع جوي، اعتقد سيحكم قبضته بالدفاع ولا توجد ثغرات، لكن عبد الله مجيد وايهاب بالبودي كونتاكت يرتكب البيرسونال فاول. المباراة الغاز كما نوهت استطاع ان يتغلب على الكرخ 85 75. انتهى هناك اللقاء والحلة وزاخو، لا زالت المباريات جارية لغاية الآن. هناك 6 دقائق و36 ثانية على النهاية. زاخو 59 56 الحلة. المباراة الأولى التي سبقت هذه المباراة استطاع نادي التجارة أن يتفوق على الكهرباء بفارق سلة 72 70. الكوارتر الأول لهذه المباراة انتهى 27 الدفاع الجوي 11 نقطة فريق نادي الحشد. الشجيري ضيع رمية لتعود للدفاع الجوي، والفارق لا زال فارق ب 23 نقطة 50 27. 4 ثوان على النهاية. يرتقي ليسجل يونيك يسجل. وإلى هنا يا من تشاهد وتتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي، انتهى الشوط الأول ب 52 نقطة لفريق نادي الدفاع الجوي مقابل 27 نقطة لنادي الحشد الشعبي. استراحة قصيرة ونعود معكم لإكمال أحداث المباراة.
ما يقف جوال شو اسمه. تفتح بأمر بعد هذا خلي انت قطيع علام. تعال حسنين يوسف صح الولد كده منتظر ممنوع طبعا ورا اللعب. ما حاجه يطلع عليك تفاصيل اللعب. ما حاجه يطلع عليك تفاصيل اللعب. تكتبه السلام عليكم. هذا الواير شنو مشدود؟ هو متربطه يمكن بالنهايه؟ تربطه بالش اسمه ايش فيك بالضبط؟ شلون هذا مو هذا باع هذا؟ على الجامعة. والله تحكم فيها؟ جامعة عمان. ترى صعدت له فوق. والله يمكن ايه. دقيقة. ما خلصت دقيقة. دقيقة وايد دقيقة. 100 دقيقة يلا. انت تيجي المبادرة تمام مو زين؟ بارد شيء بارد. لين خافين لين شافين. او صار حيا غلط. يا بابا. هسه كاترة تمام مو؟ ليش بعيد عليك؟ شوربة
أهلا بكم من جديد، ولقاء اليوم لحساب الدوري العراقي لكرة السلة للمحترفين بين نادي الحشد الشعبي ونادي الدفاع الجوي. انتهت الكوارترات الأول 27 دفاع الجوي، 11 الحشد الشعبي، 25 دفاع الجوي في الفترة الثانية، 16 الحشد الشعبي. الشوط الأول 52 للدفاع الجوي، 27 للحشد الشعبي. وأيضا انتهت مباراة الحلة، خسر مع زاخو في الحلة 64-71. غازي الشمال استطاع أن يتفوق على الكرخ 85-75. والتجارة حقق انتصار مهم على فريق، انتصار معنوي مهم على فريق نادي الكهرباء 72-70. هذه نتائج مباريات اليوم السابقة. نبقى في لقاء الحشد والدفاع الجوي. الحشد اللي عنده 25 نقطة من 16 مباراة، فاز في 8 وخسر 8. ثالث دور الناشئين، نقطة أضيفت للفريق الأول بالمرحلة الأولى، فاز في 3 وخسر 6. بالثانية حقق الانتصار في 5 وأخفق في مباراتين، مسجلا 78 نقطة بالمعدل 1253، وفي سلته 1266 بمعدل 79. حقق العلامة الكاملة في أول 5 مواجهات في المرحلة الثانية، وخسر آخر لقاءين مع غازي الشمال وزاخو. الموسم الماضي سادسا قبل الدخول لدور الثمانية، من 20 مباراة 7 انتصارات و13 خسارة مع 4 نقاط، فئات عمرية. واجه الكرخ صاحب المركز الثالث، والنتيجة فوز لكل فريق، واستطاع تحقيق الفوز في أول لقاءات التوب 8 87-79 في السادس من نيسان من العام الماضي. بالتالي أصبحت 2-1 للحشد، بعدها خسر مباراتين على التوالي مع الكرخ 67-83 و70-81، ولم يستطع التأهل للمربع الذهبي، وأنهى الموسم سادسا ثلاثي التحكيم. سعد محمود، نائل طالب وهران حبيب، سعد محمود هم حكام مباراة اليوم. سينطلق الكوارتر الثالث من اللقاء، لقاء اليوم الحشد الشعبي والدفاع الجوي. الحشد لم يبدأ باللاعب المحترف المصاب داريوس أغنو، أشرك علي فرحان بالكوارتر الثاني، ولا زالت النتيجة للدفاع الجوي بالفيد جول 10 من 32 بنسبة 31%. الحشد الشعبي، أما الدفاع الجوي 21 من 35 بنسبة 60%. من التو بوينتس 8 من 21 للحشد الشعبي بنسبة 38%. أما الدفاع الجوي 15 من 22 بنسبة 68%. من سيفتتح التسجيل بالكوارتر الثالث؟ من 3 نقاط 2 من 18 للحشد الشعبي بنسبة 16%. 6 من 13 الدفاع الجوي بنسبة 46%. 5 من 7 بالفاول شوت 71% للحشد. 4 من 4 للدفاع الجوي بنسبة 100%. 25 ريباوند للدفاع الجوي، 13 ريباوند لفريق الحشد الشعبي. الآن مجيد للميدرينج يفتتح التسجيل بفريقه. عبد الله مجيد سجل التو بوينتس، 5 مضات، بطل دوري، 28 عام، متر 85، 52-29 للكوارتر الثالث. يا من تشاهد وتتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي بالتعاون مع شركة عشتال للإنتاج والتسويق الرياضي، تأتيكم دوري المحترفين. ويحاول بالإيد الشمال يونيك يتألق، يونيك المحترف الأمريكي مسجلا 25 نقطة لغاية الآن. يونيك سجل 25 بوينتس، وعبد الله مجيد يحاول التسجيل، لكن الكرة بالديفنسيف ريباوند من إيهاب حسن عادت للاعب يونيك وإيهاب وعباس حكمت. واللاعب رقم 5 هو اللاعب جاسم محمد علي. كرة من الأشول، يونيك ضيع، لتعود مرة ثانية عند الحشد بالملابس البيضاء بقيادة الكوتش علي فرحان، بطل الدوري لاعبا موسم 14-15 مع الكوتش التونسي ماهر خنفير، ونضال غانم محققا 5 ألقاب لاعبا ولقب مدربا. كيك اوت بالاكسترا باص، مجيد كرة تلف وتطلع، سيطر عليها عباس حكمت، لكن هناك بيرسونال فاول على منتظر ميثم. نعم، ميثم يرتكب البيرسونال فاول. ميثم هو افضل المسجلين متساويا مع عبد الله الشجيري. عبد الله مجيد يكون لاعب 8 نقاط، لا تسجل منجد، نقطتين للاعب
داريوس، وأيضا نقطتين للاعب رقم 33 محمد قاسم. يشاهد بالإعادة هناك احتكاك على أثرها كسب عباس حكمة البيلسون الفاول. إيهاب حسن مترين 9 يحاول نايس موف كيك أوت عادت للاعب الأمريكي. كيك أوت مرة أخرى وصلت عند عباس حكمة. حكمة يحاول يعمل الباص باص نعم، وهناك بيرسونال فاول للاعب سمرز بالفانيلة 35 مترين 4 36 عام. اشترك بديلا للاعب زميل المحترف الامريكي داريوس جونسون. الان كرة من البيس لاين، الدفاع الجوي باونس باص ايهاب، وهناك خطأ شخصي لإيهاب. سيقف على خط رميات الحرة بتو شاتس 54-29. الكوارترات الأول والثاني كان لمصلحة الدفاع الجوي الذي تأسس عام 1994. شارك في الدوري الممتاز وعاد في موسم 22-23 بعد انقطاع دام 10 مواسم. حقق المركز الخامس وبطل الدوري في الموسم الماضي. 3 ألقاب للدفاع الجوي، لقبين مع حمزة عبيد في موسم 97-98 وموسم 98-99. استطاع حمزة عبيد تحقيق الألقاب للدفاع الجوي، وكانت كتيبته مكونة من مهند عبد الجبار، رمزي قاسم، ميمو محمد عبد الرحيم، صالح كامل، رعى الشمخي، موفق جبار، والمرحوم واثق شمخي، رحمن جعفر، ماجد نعمة، المساعد نضال داوود. خالد يحيى كان أفضل لاعب في هذا الدوري. أيضا مازن إسماعيل، نضال غانم ومحمد عبيد، إما في موسم 98-99 تقريبا نفس الأسماء. نضال غانم، محمد عبيد، عباس حمزة عبيد، مازن إسماعيل، موفق جبار، رحمن جعفر، أحمد جبار، واثق شمخي، رمزي قاسم، وهند عبد الجبار، ورعد شمخي، وحميد رزاق، وسنان عبد الرزاق. قتيبة كان في هذا الموسم أفضل لاعب شاب موسم 98-99. بعدها موسمين على التوالي مع الكر حصل على أفضل لاعب بالدوري 99 2000 2000 2001. ثم احترف في سوريا والبحرين، رحلة طويلة امتدت حتى عاد مع دوك في موسم 2008-2009 ليحقق 4 ألقاب على التوالي من موسم 8-9 لغاية موسم 11-12 وأفضل لاعب بالدوري. ثم عاد ليكون أفضل لاعب بالدوري في موسم 2014-2015 وموسم 17-18 مع النفط. لقب الدوري وأفضل لاعب 10 ألقاب لقتيبة ولشقيقه علي عبد الله وطيب الذكر مؤيد إسماعيل. حكمة إن أوت تعود لنادي الحشد 55-31، 6 دقائق و36 ثانية على النهاية. باقر ميثم يفتقد لخدمات المحترف سنوبي اللي انتقل للدوري اللبناني، وأيضا الإبعاد بالعقوبة الإدارية من هولمز. الشعبي يلعب محترف واحد يعاني من إصابة. الآن خروج إيهاب حسن واشتراك حيدر حسين، 23 سنة لحيدر حسين بالفانيلة 21. كرة تعود عند الدفاع الجوي الأمريكي يونيك لعباس حكمة. حكمة يبحث عن سمرز بثلاثية من خارج القوس تسجل. 3 بوينتس لسمرز، سجل ثلاثية ليوسع الفارق 58-31 مترين 4-36 عام لسمرز. اشترك بديلا للاعب داريوس. الدفاع الجوي مسيطرا على المباراة في الكوارترات التي مضت، الكوارتر الأول والثاني. نحن نلعب بالكوارتر الثالث 5 دقائق و40 ثانية، ثانيتين على نهاية الهجمة. باقر ميثم سجل 3 نقاط أيضا. باقر ميثم يسجل 3 نقاط، 6 نقاط للاعب باقر ميثم، 22 عام، متر 82. لتعود الآن جاسم، وكرة لفريق نادي الحشد مع الآند 1. ينجح داريوس أجنو، مترين 2. كسب خطأ من حيدر حسين الذي اشترك بديلا لإيهاب حسن. نقطتين مع الفاول
58 36 الفارق 22 نقطة، وهناك 5 دقائق 18 ثانية على النهاية. نتائج المباريات السابقة، المباراة الأولى التي كانت على شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي، التجار 72 الكهرباء 70، والحلة خسر مباراته في الحلة مع زاخو 64 71، وغازة الشمال تفوق على الكرخ في كركوك 85 75. كرة تعود الآن حيدر حسين، 4 ثواني على نهاية الهجمة. سمرز ثلاثيته ما تسجلت، والالتقاطة الدفاعية داريوس أوغنو، والآن الحشد 58 37 ثلاثية ضائعة. عاد سمرز باللونج باس لكن التيرن اوفر، وسرقة الكرة من منجد حيدر لحيدر آخر هو عبد الزيد، والآن باقر ميثم اللي في رصيده 6 نقاط لغاية الآن. جود بول هاندينج، لكن يريد التسجيل يا باقر، فريقك متأخر. يحاول باونس باس عند الأمريكي، ضيع كرة سهلة جدا، والباونس باس الآخر كرة لا زالت قطعها نادي الحشد. باقر ميثم لونج باس ولا أروع، سجل اسيست رائع جدا من باقر ميثم، والأمريكي داريوس أوغنو سجل 2 بوينتس 39 58. هل سيعيد نضال غانم إيهاب وعلي مؤيد؟ لكن سمرز يسجل ثلاثية 61 39، واحتسبت 3 نقاط لسمرز. كانت التسديدة من خارج قوس ال3 نقاط. كرة الآن الحشد داريوس حركة موف رائعة، سجل نقطتين داريوس، والآن الفارق فارق 20 نقطة. نضال غانم سيعيد اللاعب ذو الفقار فاضل للتشكيل الخماسي. كرة سمرز 1-on-1 مع الأمريكي داريوس، ويونيك كيك اوت. عباس حكمت بالاوبن شوت، ان اوت عادت، وهل سيسجل الحشد؟ ونضال غانم يطلب الوقت المستقطع، منتظر حاول، منجد يلتقط من الكيك اوت. حيدر عبد الزيد ضيع، وسمرز لا زالت الكرة عند نادي الحشد، ويطلب الكرة يونيك، لكن جاسم محمد علي يسجل بالبودي كونتاكت أول نقاط. 22 سنة، متر 86. الآن البول بوزيشن عند الحشد، منتظر ضاعت على منتظر، وعباس حكمت بالديفنسيف ريباوند. كرة وصلت عند سمرز كيك اوت عادت، باونس باس سمرز، باونس باس آخر يحصل حيدر حسين على التو شاتس. نشاهد بالإعادة، منتظر ميثم، كان هناك بلوك شوت من عباس حكمت. ننتظر الإعادة، نعم البلوك شوت من عباس حكمت، منع منتظر ميثم من تسجيل ال2 بوينتس. والآن حيدر حسين يقف على خط الفري ثرو، سجل الأولى حيدر حسين، أول نقاطه بالمباراة. ولا زال الدفاع الجوي بنسبة جيدة برميات الحرة، 5 من 6. نعم 24 نقطة الفارق، دقيقتين و4 ثوان على نهاية النصف الأول من الشوط الثاني. الكرة للحشد، الانسايد، حركة موف رائعة. داريوس يضيف 2 بوينتس لرصيده، يصبح ب11 نقطة. الواضح بالصورة الآن الكرة تعود لفريق الدفاع الجوي. الحكم مهران يحتسب ال2 بوينتس، ويحصل يونيك على رمية إضافية. والواضح بالصورة نضال غانم 48 عام، ماجستير تربية بدنية وعلوم رياضة من جامعة الإسكندرية، من هناك من مصر.
يونيك ينجح بتسجيل النقطة الإضافية ليصبح أفضل مسجلين ب 28 نقطة، وقريب جدا من الMVP في مباراة اليوم. يونيك لاعب الحشد الشعبي في الموسم السابق. كرة تعود للبيس لاين بالسكند شانس، هناك 14 ثانية على الهجمة. وصلت لمنتظر ميثم لعبد الله مجيد لباقر، تدوير الكرة وصلت لداريوس، كيك اوت والاكسترا باس. منجد ينجح بتسجيل 3 بوينتس. منجد حيدر ب 3 بوينتس، نقطته السادسة، متر 88، 20 عام. جود بول هاندينج عند سمرز، لكن هناك بيرسونال فاول. فارق 22 بوينتس، دقيقة 14 ثانية، الوقت المتبقي لنهاية الفترة الثالثة. وعلي مؤيد لا زال على البنش، أفضل ستيل الموسم الماضي، عنده 5 ألقاب، وأفضل لاعب بالدوري في موسم 18-19 مع النفط. كان أفضل شوتر 3 نقاط، حقق 3 ألقاب على التوالي مع النفط، 18-19، 20-21 و21-22. 70-46، دقيقة 14 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. المباراة تذهب إلى الوان سايد جيم. الدفاع الجوي متفوقة لغاية الآن على نادي الحشد. باقر ميثم ثلاثيته تسجل، 70-49. باقر ينجح بالتسجيل، نقطة التاسعة، سجل ثلاثيتين عليه فاولين. الآن الدفاع الجوي يحاول، الدفاع الجوي الفريق الذي يسجل الآن ثلاثية. الدفاع الجوي يسجل عن طريق جاسم محمد علي. إيهاب عنده 15 نقطة. إيهاب أعتقد عمل الدبل، نعم. إيهاب عنده 10 نقاط و10 ريباوند، عمل 9 متابعات بالديفنسيف ريباوند، ولديه متابعة هجومية والتايم اوت من الكوتش علي فرحان. الحسابات لا زالت معقدة، لكن باعتقادي الشخصي إذا تساوت الشرطة والحشد والكرخ لكل فريق 30 نقطة، الآن الكرخ لغاية الآن أنهى مبارياته ب 28 نقطة بانتظار تسلسل فريق الشباب. إذا حقق المركز الأول أو الثاني سيكون ب 30 نقطة. الشرطة 28 نقطة، لديه مباراة مع الكهرباء بالشعب، إذا فاز سيكون ب 30 نقطة. الحشد 25، خسارة اليوم يكون بالنقطة السادسة والعشرين. عنده مع الحلة إذا فاز يكون 28. الشباب في حال تحقيقهم المركز الأول أو الثاني يكون ب 30 نقطة أيضا. الحسابات ستكون جاهزة إن شاء الله اليوم، لكن حسب ذاكرتي الشرطة سيكون فوق الحشد والكرخ. يعني إذا كان المركز الثالث رابع خامس فيكون التسلسل شرطة حشد كرخ بسبب المواجهات بين الفرق الثلاثة. كرة تعود للحشد، 24 ثانية على النهاية و3 ثواني على نهاية الهجمة. عبد الله مجيد يرمي، ضاعت من عبد الله، لتعود مرة ثانية عند يونيك باللونج باص. جود بول كاتش من جاسم إلي سمرز. عباس حكمت هل سيسجل؟ ضاعت من عباس، والالتقاط من حيدر حسين، وينطلق الآن داريوس سجل 2 بوينتس مع انطلاق البزر بيت.
داريوس استطاع التسجيل مع البزر بيت. انتهى الكوارتر الثالث بنتيجة 73. الدفاع الجوي مقابل 49 نقطة لنادي الحشد. دقيقتان، استمتعوا بالهايلايتس وأعود معكم لإكمال أحداث الكوارتر الرابع. أجدد التحية بكم مشاهدي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والكوارتر الرابع والأخير من مباراة الدفاع الجوي والحشد الشعبي. الكوارتر الأخير والبول بوزيشن عند فريق الدفاع الجوي. لا زال الدفاع الجوي يلعب بالأمريكان سامرز، ويعيد داريوس بديلا للاعب يونيك. كرة حاول إيهاب أيضا عاد بالتشكيل الخماسي في فريق نادي الدفاع الجوي، وهناك جاسم محمد علي. كرة تعود إسماعيل مؤيد يلعب لأول مرة مع خماسي فريق نادي الدفاع الجوي. خماسي إسماعيل مؤيد، جاسم محمد، إيهاب حسن، سامرز وداريوس. والحشد الشعبي يبدأ بمنجد حيدر، منتظر ميثم، باقر ميثم، وعبد الله مجيد، والأمريكي داريوس أجنو.
73-52. التفوق للدفاع الجوي لغاية الآن. الكوارترات انتهت 27-11 الكوارتر الأول، 25-16 بالكوارتر الثاني. مجيد ينجح، باب أندين يسجل. مجيد ينجح بتسجيل نقطتين جميلة. وهناك انتهت دقيقة من الكوارتر الرابع. الشوط الأول انتهى بنتيجة 27 الحشد 52 دفاع الجوي. الفترة الثالثة حشد 22 21 دفاع الجوي. وبداية الكوارتر الرابع 49 الحشد 73 دفاع الجوي. الآن 5 نقاط، 5-0 ران. واحتسبت الثلاثية. شخصي 76-54. نعم النتيجة 76 الدفاع الجوي 54 الحشد. ثلاثية احتسبت، كان هناك خطأ احتسبها الحكم. كرة تعود عند الحشد بالملابس البيضاء والدفاع الجوي. 5 مواجهات سابقة بين الفريقين. موسم 22-23 الذهاب للحشد 99-76 والإياب للدفاع الجوي 104-72. والسيزن الماضي المرحلة الأولى للحشد 89-83 والثانية للدفاع الجوي 91-84. والمرحلة الأولى للدفاع الجوي ب 70-74. ثلاثة للدفاع الجوي فوز. والحشد فوز بمباراتين. نشاهد جاسم محمد ايد الشمال وتسجلت 2 بوينتس واحتسبت. نعم 78. رقم 1 تكنيكال فاول منتظر ميثم، ورقم 35 سمرز ايضا تكنيكال فاول. تسقط هنا الجزاءات، لا يوجد رمي لكن كل لاعب عليه تكنيكال فاول. منتظر ميثم يرتكب التكنيكال فاول، والامريكي بالجانب الاخر من فريق الدفاع الجوي ايضا ارتكب تكنيكال فاول. هل احتسبت الباسكت من جاسم؟ هناك مشاورات بين الحكام. اعتقد نال طالب اشار باحتساب ال2 بوينتس. للدفاع الجوي الكرة. اسماعيل لإيهاب حسن. سمرز هناك فاول، خطأ شخصي على منتظر ميثم. غانم لا زال يعطي التوجيهات والتعليمات. فريقه متفوق بفارق 24 نقطة 78-54. 8 دقائق و5 ثواني على نهاية المباراة. داريوس لجاسم. جاسم وهناك خطأ شخصي على باقم ميثم. ميثم يرتكب الخطأ الشخصي. علي فرحان يعترض. كرة سايد بول. تعود للدفاع، الدفاع الجوي. باونس باس إيهاب حسن 1-on-1 مع داريوس. إيهاب كرة لسمرز. سمرز يختار الحل الصعب والتهديف البعيد والأوفنسيف ريباوند عند إيهاب حسن. حسن الواضح بالصورة 26 عام 2 17 نقطة مسجل لغاية الآن. وعنده من الريباوند 11 ريباوند لإيهاب بالدبل دبل. سمرز من الميد رينج يسجل 2 بوينتس. الفارق بدأ يتسع 28 نقطة. الفارق 7 دقائق و25 ثانية لنهاية المباراة.
ولا زال الدفاع الجوي يسيطر على مجريات هذا اللقاء الأخير لفريق الدفاع الجوي. كرة باونس باص وصلت لداريوس وإيهاب يرتكب البيرسونال فاول. الدفاع الجوي سيختتم المرحلة الأولى والثانية، ينتظر هل سيكون بالمركز الأول أو الثاني. نضال غانم حقق العلامة الكاملة على فرق التي تحتل المركز، ممكن الحلة عند فوزين عليه. زاخو متغلب عليه مرتين، وأيضا فاز الشمال مرتين. اليوم إذا فاز على الحشد الشعبي فوز واحد في التوب 8 يرجح كفة الدفاع الجوي بالوصول للمربع الذهبي. هناك ستكون المواجهات 0-0، 3 انتصارات بالمربع تجعل الفريق يصل للفاينل. سامرز نايس موف، وصلت عند إيهاب ب 17 نقطة. درايف بالإيد الشمال ما سجل، عادت لمصلحة نادي الحشد بالانطلاقة. باقر ميثم للأمريكي داريوس. منجد ثلاثيته تسجل، منجد حيدر يسجل ويقطع الكرة فريق نادي الحشد. الآن منجد عنده 12 نقطة، متر 88 20 عام. وعبد الله علي عبد الله يعود للتشكيل الخماسي، والحشد يحاول التسجيل من خارج القوس. والدفاع الجوي الآن ينطلق. داريوس الأمريكي بدرايف مع اللوحة، نقطتين جميلة لداريوس. داريوس سجل نقطتين. كرة عادة، سجل منجد يسجل نقطتين، الفارق 24، فارق 24 بوينتس. سامرز الآن علي عبد الله يحاول، سيرتكب الخطأ الشخصي علي عبد الله. سامرز الميدل شوت ضيع. منجد الآن لديها الكرة، ينتظر الزملاء، يمرر إلى عبد الله مجيد الآن يحاول بنتريشن، وهناك بيرسونال فاول. مجيد عنده رميتين على السلة. داريوس يسجل 16 نقطة، زميله يونيك ماكلين 27 نقطة، إيهاب 12، 7 نقاط لجاسم محمد 13 نقطة. اللاعب رقم 35 اللاعب الأمريكي سامرز. كرة تعود، 5 دقائق و15 ثانية على نهاية المباراة. داريوس الحشد لعب بأمريكي واحد بالكوارتر الثاني. هناك عقوبة إدارية على هولمز، وسنوبي ترك الفريق متجها إلى الدوري اللبناني. الفارق 22 نقطة، 4 دقائق و52 ثانية على النهاية. باقر لعبد الله مجيد يحاول كورته مع اللوحة، لكن بالسكند شانس سجل مجيد نقطتين ليعود الفارق إلى فارق 20 نقطة. 17 نقطة لاعب الذي لديه 5 ألقاب دوري. وكرة الآن داريوس ضيع، ويحاول إيهاب بالأوفنسيف ريباوند، حركة فوتورك رائعة، وينجح بإضافة نقطتين الرصيدة الذي أصبح 19 نقطة. 86 64، والكرة لا زالت للحشد، والدبل تيم حاضر. كيك اوت، مجيد بدرايف يريد الوصول للسلة، لكن باقر يختار الحل بالرميات البعيدة. وعبد الله مجيد، وهناك بيرسونال فاول على إيهاب حسن اعتقد. نعم، لا، الفاول لم يكن على إيهاب حسن.
اللاعب رقم 35 سامرز. الحشد يلعب البريس فول كورت، وعلي عبد الله احمد يرتكب البيرسونال فاول. الفارق 20 نقطة، 3 دقائق و50 ثانية كل ما تبقى من عمر المباراة الثانية. ليلة سلوية كانت ممتعة، مباراتين نقل مباشر، فرصة للمشاهد والمتابع، للمعشوقة البرتقالية جماهير كرة السلة، اللعبة الشعبية الثانية في العالم بعد كرة القدم. سامرز لإيهاب، إيهاب اللاعب الوحيد بالدبل دبل، 14 نقطة 15 ريباوند. وإسماعيل من بعيد ضاعت، ومجيد باللونج باص للأمريكي داريوس يحاول، وهناك خطأ شخصي على اسماعيل، وعلي فرحان الواضح بالصورة. 40 عام لعلي فرحان مدرب الحشد الشعبي هذا الموسم. والحشد افضل مسجلين هو منجد ب 14 نقطة، 12 نقطة داريوس، 9 نقاط باقر ميثم، شقيقة منتظر ميثم ب8 نقاط. لا زالت نسبة الحشد الشعبي بالفيلد جول 24-63، نسبة 38%. دفاع الجو 33 من 59، نسبته 55%. من التو بوينتس 17 من 35 للحشد، نسبته 48%. 23 من 35 بنسبة 65% للدفاع الجوي. 7 من 28 بالثري بوينتس للحشد، نسبته 25%. 10 من 24 للدفاع الجوي بنسبة 41%. للفاول شوت 11 من 14، نسبة 78% للحشد. 10 من 11 للدفاع الجوي بنسبة 90%. الريباوند الدفاع الجوي 42 للحشد 25. اسيست 18 للدفاع الجوي 14 للحشد. ستيل 6 للدفاع الجوي 10 للحشد. البلوك 3 للدفاع الجوي، لا شيء للحشد. تيرن اوفر 15 على الدفاع الجوي، 7 على الحشد. الفارق 20. سرمد سعاد أفضل لاعب شاب قبل 3 مواسم كان يلعب هناك في كركوك. فارق 19 نقطة، 3 دقائق و23 ثانية على النهاية. حشد من التيرن اوفر مسجل 18 نقطة، ومن منطقة البينت اسفل السلة مسجل 32. من السكند شانس 11 نقطة، و11 نقطة بالفاست بريك. والبنج البدلاء مسجلين 32 نقطة. من نادي الدفاع الجوي 10 نقاط من البوينتس فروم تيرن اوفر، وبوينتس ان ذا بينت 38 نقطة.
سكند شانس 19 نقطة، بالفاست بريك 14، والبنج مسجل 22 نقطة. ما يخص الأرقام والإحصاءات في لقاء اليوم، فارق 19 نقطة لغاية الآن، 3 دقائق و23 ثانية، والوقت المستقطع انتهى، والحيازة والاستحواذ عند الدفاع الجوي. الدفاع الجوي مع علي فرحان، الفريق الذي لغاية الآن عنده 25 نقطة من 16 مباراة، فاز في 8 وخسر 8. ثالث دوري الناشئين حصل نقطة للفريق الأول أمام الدفاع الجوي الذي لا زال وصيفا ب 31 نقطة، ويلعب مواجهته الأخيرة أما فريق نادي الحشد الشعبي، حشد الشعبي الذي سينهي المرحلة الأولى مع الحلة في الحلة يوم 27 من شهر كانون الثاني الحالي. مواجهة مهمة ستكون بين الحشد والحلة، وداريوس يحاول والديفنسيف ريباوند من المحترف الأمريكي، وهناك بيرسونال الفاول. نعم، هناك داريوس جونسون بالفانيلة 7 مع الدفاع الجوي، وداريوس أجنو مع الحشد الشعبي، وهناك 2 شاتس، والفارق 17 نقطة 86-69. فرحان خسر آخر مباراتين أمام زاخو في زاخو في 14 من الشهر الحالي، وفي 8 من الشهر الحالي أيضا خسر مع غازي الشمال في قاعة الشعب بنتيجة 91-95. 7 نقاط مع زاخو في زاخو، 6 انتصارات قبلها. فاز على الحلة ودجلة الجامعة والكرخ والتجارة والشرطة والكهرباء. اليوم ستكون الخسارة الثالثة على التوالي لنادي الحشد اللي فايز في 8 مباريات وسيخسر 9 مباريات. لحد الآن فايز 8 وخاسر 8. والكرة تعود لداريوس، واشتراك علي عبد الحسن بالفانيلة 44. اللاعب تولد 2004 وسجل داريوس يسجل 3 نقاط 86. والكرة تعود 89-73 لاست 2 مينتس، دقيقتان على النهاية، وهناك خطأ شخصي يرتكب اللاعب منجد حيدر. داريوس يقف على خط رميات الحرة. مسجل لغاية الآن 16 نقطة 27 يونيك، وسامرز مسجل 13. كرة هنن سجلت، عادت باقر بالانطلاق. الحشد هناك دقيقة و50 ثانية على النهاية. الأمريكي يكسب خطأ شخصي من سرمد سعاد، واستطاع أن يضيف بلس 2 بوينتس لرصيده. 90-75 الفارق 15 نقطة، والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. دقيقة و47 ثانية الفارق 15. رميتين، عفوا اند 1، رمية واحدة. ميثم عبد الواحد قبيان المدرب المساعد مع علي فرحان لاعب منتخبنا الوطني السابق. كرة عادت، بكالوريوس تربية رياضية. ايضا جمال مدير الفريق جمال فاضل هو احد لاعبي المنتخب. وسرمد سعاد ولا اروع، نايس موف من سرمد سعاد بحركة لعب جميلة نشاهدها بالإعادة. جود فيك، استطاع التسجيل. لاعب شاب، أفضل لاعب شاب بالدوري قبل 3 مواسم عندما كان هناك في كركوك. الآن جاء إلى الدفاع الجوي، ومحاولتين لباقم ميثم، نجح بالأولى ولديه الثانية، ولا زالت نسبة باقر 2 من 2. 100 على 100 الباقر.
باقر لعب 25 دقيقة و51 ثانية، استطاع تسجيل 11 نقطة لغاية الآن بالدبل فيجر. كرة الآن عادت للدفاع الجوي 92-78. كرة سرمد بالستيب باك يريد التسجيل، كرته ضاعت. فقار بالالتقاط الدفاعية وعلي عبد الحسن. 20 عام لهذا اللاعب علي عبد الحسن، سجل ثلاثية 95-78. هل سيصل نادي الدفاع الجوي للنقطة 100 وللمرة الثالثة بعد أن استطاع في مناسبتين أن يسجل 100 نقطة؟ وكانت على الكهرباء في المرحلة الأولى 105-86 وعلى الحلة بالمرحلة الثانية 108-64. كرة تعود اللاعب الشاب الآخر حسين علي ذياب، أشرك علي فرحان. إمكانية جيدة لهذا اللاعب، شاهدته في دوري الناشئين والشباب. كرة الآن لفريق الدفاع الجوي 35 ثانية، وعلي عبد الحسن نايس فيك يريد التسجيل. فقار بالمتابعة، عادت مرة أخرى داريوس يمرر لسرمد، سرمد بالإنسايد نجح بالتسجيل. سرمد سعاد ينجح بإضافة النقطة 97، 2 و21 عام. 4 نقاط لسرمد. والآن حسين علي ذياب بالدرايف سجل 2 بوينتس. حسين 97-80 النتيجة لغاية الآن، وهناك 3 ثواني على النهاية. انتهت المباراة يا من تشاهد وتتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي. 97 نقطة لفريق الدفاع الجوي مقابل 80 نقطة لنادي الحشد. مبارك للدفاع الجوي، هارد لك للحشد. أتمنى أنكم قد استمتعتم بالمباريات لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي في مناسبات قادمة. تقبلوا تحياتي، أنا خالد عاشور، وإلى اللقاء. متونانة البابا واليمة أختن اتلوخن ساما جو بلاشا عم متونانة وقروخن قاوه إيلة شقليتن ويويتن مصيتا عم بنو نوخن وأوديتن خوروتا عمي ومخزيتن خبا ميقريتن رعياني ودرشيتن عمي مخكيتن عمي بدنيشة اتلي وما مخبي متويتن بالا علي وخازيتن ما اتلي مقويتن قاوي خبد طوتا وهي مانوثا دماصيتن مخاميتن لي من بيشوثة متونانة عام اخداده العراق دلا متونانة. رقمات عرصاثة أو الطوارئ مخيدة بياشا لويذا القاها قامتا قو عراق كتود لي غدا شورتا رابا من تيمتا قو الصورة إلكتروناية خاثي برخد مشت أستدم دبرانوثا برشتا بمجاوبتا بسرهاوة أو بجلدوثا قو الزيروث قاويوثا وآها
البوث قانون دموت وأثرايا برقمة خاء الشات تريل بوسري وأربا. ومن أدانا أدم شاريتة آها ترميثة بشلي مخيدة كل رقمة عرصاثة أو الطوارئ تهاوي خا رقمة أو تقيلة تشا خا وآها الجوابة آثب جلدوثة إن تهاوي قدشة أو خزداقة أخي غدانة وقطلة ومدربنتا وقدشة دبياذا كتكي بيشي مشونية أن قراياثا أو شكاياثا من رقمة تشا خا لدكانت إلي بريشة بآها شكيتا آنت بمطايلة من يانين الخمشوخا تقاوي بلخي ناشي تيطي اللي شانتي اللي مبلخة قو عراق آها كله